كائنات فضائية وأطلانتس. ايه يا دكتور موضوع الكائنات الفضائية والأطلانتس ده؟ اقعد. دينا قعدنا قاعدة. العصايه دي ماسكها في ايدك ليه؟ غضبان وبطلع نرفزتي في أي حاجة. بتاعتك دي؟ لا بس حلو، عجبتني والله. كام دي؟ الكائنات الفضائية. احنا عندنا كام هرم في مصر؟ كم مرة؟ 3. 3 3 بس؟ عندنا 3 أهرامات. فين؟ في الجيزة. زرتهم؟ ولفيت حواليهم. وكانوا 3 بس؟ كانوا 3 بس. كبار ولا صغيرين؟ كان في كبار، كان في صغيرين. يعني ما كانوش 3؟ كانوا كام بقى؟ كان في 3 حوالين خوفو ولا خفرة و3 حوالين منقرة. اسمه منكاورع. منكاورع. يعني فلتدم أرواح رع. حبيبي يا رع. أيوه. عموما هم كانوا 11 هرم، مش 3 بس. 11؟ معلومة جديدة دي. ما انت معلش انا عارف انت معلوماتك كتير، معلش. ايوه انت عارف. احنا كان عندنا بقى كام هرم في مصر؟ 11. احنا عندنا ما يقرب من 120 هرم في مصر. 120؟ منطقة الجيزة نفسها فيها 11، منطقة ابو قير فيها 15، منطقة دهشور فيها 12، منطقة سقارة فيها 16 مكتشفين لغاية دلوقتي. الله. أول هرم كان أنه هرم يا قط؟ مش هو خوفو؟ لا، هرم زوسر المدرج، ده أول بناء حجري في تاريخ البشرية. أيوه. آخر هرم لقيناه كان هرم مين؟ منكورع؟ هرم الملك أحمس الأول في البليانة. إيه ده، هو أحمس بنى هرم؟ بنى هرم. البليانة دي فين؟ سوهاج. أيوه. يعني الأهرامات بنبنيها من إمتى لإمتى؟ من أول زوسر في سنة 2600 وشوية قفميم لغاية أحمس الأول في 1800 شوية قفميم. يعني بكام سنة يا مؤمن؟ 800 سنة. 800 سنة الكائنات الفضائية سايبة الفضاء وسايبة زحل وسايبة المشتري وقاعدين هنا في مصر. ايوه. يعملوا ايه؟ بيبنوا اهرامات. عجبتهم القعده. انت بتعمل ايه يا بيه؟ انت سايب زحل وبتعمل ايه في مصر يا بيه؟ ببني هرم يا بيه. 800 سنة عمالين بنبني اهرامات. هو ليه الناس مستكترة ان المصري القديم هو اللي يكون بنى الهرم؟ محتارين وغيرانين. شوف، اي حاجة حوالين الهرم هتتفسر دايما بالمنظومة الدينية للمصري القديم. المصري القديم كان مهتم جدا بالحياة ما بعد الموت. المنظومة الدينية عنده كانت قائمة على فكرة ان الحياة الحقيقية هي حياة ما بعد البعث، مش الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها ديت. الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها ديت حياة زائلة. ايوه. ما تفرقش معانا خالص. عشان كده هي ايه الاثار اللي احنا بنلاقيها من المصريين القدماء؟ عشان كده كلها معابد ومقابر بس اللي هي ليها علاقة بالحياة ما بعد الموت فعلا. بالمنظومة الدينية ما لهمش بيوت ولا؟ لا لقينا. بس معمولة من ايه؟ معمولة من الطوب اللبن، معمولة من الأخشاب اللي هي الحاجات الزايلة اللي ما تعيش كتير. طب هل فاضل منها حاجة دلوقتي؟ موجود. لو رحت انت مثلا في الأقصر عند مدينة هابو هتلاقي البنى اللي موجود، قصر أصلا رمسيس الثالث موجود هناك، بواقي بتاعته كلها من طوب اللبن. لو رحت عند مدينة العمال اللي في الأقصر في دير المدينة هتلاقي الطوب اللبن اللي كانوا عاملين بيه العمال المباني بتاعتهم. لو رحت في المنيا هتلاقي بواقي قصر نفرتيتي. لو رحت بس احنا ليه ما بنهتمش بده؟ لأن احنا عندنا عظمة أسطورية معمولة من الحجارة موجودة في المعابد وموجودة في المقابر. طب اهتمام المصري القديم بحياة ما بعد الموت خلاه طول الوقت مهتم بطقس الدفن، حتى من قبل الأسرات. من أول ما ابتدى المصري القديم يقعد جوه مصر ابتدوا يدفنوا الأول جوه شكل بيضاوي أو شكل مستدير أو جوه إناء فخاري بشكل ما، ويحطوا الميت فيه بشكل الجنين. وحسب المنطقة بقى بقت فيه طقوس مختلفة عن منطقة. يعني ممكن تلاقي في الشمال كانت في مرمدة بني سلامة، ولا في منطقة المعادي، ولا في منطقة حلوان اللي كان فيهم ناس ما قبل التاريخ، ولا في الفيوم اللي كان فيهم ناس ما قبل التاريخ، مختلفين شوية عن اللي كانوا موجودين في البداري ولا موجودين في درتاسة ولا موجودين في جنوب مصر. في النهاية بالتدريج المصري ابتدى كله يتوحد مع بعضه في طريقة التفكير
بالذات مع انتشار ثقافه حضاره نقاده. لان احنا عندنا الاوائل القدام قوي كانت هتلاقيهم موجودين في حضاره البداري وحضاره درتاسه باسمهم كده، وهتلاقيهم منتشرين في مناطق زي البداري ودرتاسه ومرمده بني سلامه في الشمال عند الجيزه والفيوم، المناطق دي. لكن مع الوقت ظهرت بعدهم حضاره اسمها حضاره نقاده. ايوه. حضاره نقاده ابتدت تظبط شويه، كل شويه ثقافتها تنتشر اكتر وموروثاتها تنتشر اكتر لغايه ما انتشرت على مستوى مصر كلها، فبقت في توحيده شويه على مستوى مصر في طريقه التفكير. المصري القديم بقى بيتدفن في حجره مستديره. حصل التوحيد الاول لمصر، فالحجره ديت ابتدت تعمل لها ايه فوق الدفن المستدير دوت، اتعملت شكلها هندسي ويتعمل فوقها مصطبه. مصطبه معموله من طوب اللبن. هتلاقي الملوك الاوائل بتاع الاسره الاولى والثانيه اللي هم بعد التوحيد بعد نعرمر كلهم مدفونين في الشكل ده، مصطبه وتحتيها في نفق، والنفق دوت فاتح على حجره دفن، وحجرات تانية بيحطوا فيها الحاجات اللي بتاعتهم اللي هيستخدموها فيما بعد البعث. بعدين في الاسره الثالثه ظهر شخص عبقري، مهندس عبقري، حول الدنيا كلها من الاهرامات الحجاره من الطوب اللبن للاهرامات الحجاره، وبنى اول بناء حجري متكامل في تاريخ البشريه اللي هو هرم زوسر. هذا المهندس العبقري هو إمحوتب، معنى اسمه الذي جاء في سلام. كان هو وزير مين؟ كان وزير زوسر اللي هو اول ملوك الاسره الثالثه. ومن هنا ابتدى الشكل يتحول من مجرد مصطبه لمصطبه فوقها مصطبه فوقها مصطبه، عامله شكل الهرم المدرج. عشان كده بيقولوا عليه هرم زوسر المدرج، لان هو مصاطب فوق بعضها عامله شكل كده كأن روح سلم. الملك بتصعد على سلم. أيوة. عشان تبقى مع الالهه في السماء. لغايه في الاسره الرابعه ظهر هذا الرجل العبقري اول الاسره الرابعه اللي هو سنفرو. سنفرو قرر ان لازم هعمل الاهرامات بتاعه الهرم بتاعي اللي اتدفن فيه دوت ما يبقاش الهرم بالشكل المدرج ده، لا يبقى هرم محفلط كده مستقيم. فحاول الاول في الهرم الابيض اللي هو الهرم المنحني، جم عملوا الهرم الاول. كان ليه محاوله مع هرم ابوه اللي هو الحوني اللي موجود في ميدوم، كان عايز يعمله بالشكل ده بس كان بيكمل هرم ابوه. دي ميدوم دي فين؟ في بني سويف. بني سويف. الهرم حتى شكله مختلف، حتى هتلاقيه شكله مربع كده ومختلف. يعني حتى بني سويف فيها هرم كمان؟ اي طبعا. طبعا منتشره في كل مصر. بني سويف مهمه جدا بالمناسبه. في بني سويف في إهناسيا، وإهناسيا دي مدينه مهمه جدا على مستوى الموروث الديني اصلا، لان هي المدينه اللي مفترض حسب الاسطوره الدينيه حصل فيها الفصل ما بين السماء والارض، وهي المدينه اللي توج فيها اوزوريس ملكا على مصر، وهي اللي توج فيها حورس ملكا على مصر، وهي يعني فيها حاجات كثيره من الطقوس والشعائر الدينيه من الاساطير بتاعتهم حصلت فيها. فالمهم في هرم هناك اللي هو هرم ميدوم. ده هرم اللي مفترض اللي ابتدى بناه هو حوني اللي هو اخر ملوك الاسره الرابعه، واللي اتم بناه الاسره الثالثه انا اسف، واللي اتم بناه هو سنفرو ابنه اللي هو اول ملوك الاسره الرابعه. ده الاشهر يعني. بعض الناس مختلفه بتقول سنفرو هو اللي قام بيها من الاول خالص، وبعض الناس بتقول سنفرو ما عملش حاجه، بس هو الاشهر اللي انا قلته لك ده. سنفرو بقى بعد ده حاول يعمل الهرم الثاني اللي في دهشور، هرم يطلع لقاه هيطلع عالي قوي فوق، هيقفل عالي قوي فوق، فبعد ما طلع بالزاويه كسر الزاويه فبقى اسمه الهرم المنحني. ده تاني هرم. ده مش تاني هرم. ده تاني هرم. ده تاني هرم يعمله سنفرو. تمام. انما هو احنا قلنا اول هرم هو هرم زوسر. اتفق. في الاسره الثالثه نفسها في محاولات لسمرخت ونبكا وخعباء، وكان في محاولات تانية، واخرهم هو حوني. تمام. وبعدين سنفرو في اول الاسره الرابعه بقى الاسره الرابعه عمل الهرم المنحني. عمل الهرم المنحني. وبعدين الهرم المنحني لان هو ما عجبوش عمل قصاده الهرم الاحمر اللي هو المنحني ده فين؟ في دهشور. في دهشور. قصاده على طول بينه وبين الهرم المنحني حوالي 1.5 كيلو كده. عمل الهرم الاحمر اللي هو اول هرم متكامل في تاريخ البشريه. ابن سنفرو ده مين بقى؟ خوفو اللي عمل قمه عظمات الاهرامات. يعني خوفو اللي كنت مفكره اول هرم ده طلع شوف انت السادس السابع مش عارف يعني، بس هو كتير. عمل هرم خوفو، بس هرم خوفو بقى يعني عظمه العظمات اكيد. وبعدين ابتدى ابن خوفو خعفرع عمل الهرم تاني اكبر هرم. وابنه الثاني جدفرع عمل هرم في ابو رواش لم يكتمل. وبعدين حفيده من كاورع اللي عمل الهرم الاصغر. وبعدين ابتدى الموضوع يقل بقى في المستوى. تبتدي الاهرامات تبقى من بره ما فيهاش هذه العظمه اللي مليانه فخامه من بره، لكن من جوه بقى الهرم صغير ومتبهدل من بره، لكن من جوه
تظهر متون الاهرام، اقدم نصوص دينيه في تاريخ البشريه. ظهرت من اول ايه؟ من اول هرم اونيس اللي موجود قريب من هرم زوسر في سقاره، ولما تخشوا بتلاقي فيه تركه كده عظيمه مش هقولها الا لما نتكلم عنها في فيديو مستقل. في ناس كتير ما تعرفش عن منطقة سقارة ودهشور دي، ان هي فيها كل العظمة دي. منطقه سقاره اصلا فيها 16 هرم مكتشفين لغايه دلوقتي، وطبعا طول الوقت عمالين بيكتشفوا بقى في مقابر ومش عارف ايه، ده مليانه يعني لغايه دلوقتي سقاره. طبعا سقاره اصلا تعتبر يعني الاقصر بتاعت الجيزه. عظيمه جدا يعني، عظيمه جدا، مليانه يعني. بعدين ابتدت الاهرامات تبقى، دخلنا في عصر الانحلال الاول او الاضمحلال الاول، ساعه ما البلد اتفككت شويه بعد الاسره السادسه، رجعت في الدوله الوسطى، ابتدت الاهرامات تبقى معموله بالطوب اللبن بطبقه خارجيه من الجير، بس من اساسها طوب اللبن. ابتدى المستوى يقل شويه. في منهم موجود دلوقتي؟ موجود منهم هرم امنمحات الثالث اللي موجود في دهشور قريب من الهرمين بتوع سنفرو. وفي بقى الهرم بتاع سنوسرت الثالث برضه هناك في دهشور، وامنمحات الثاني في دهشور. في الهرمين بتوع امنمحات الاول وسنوسرت الاول موجودين في العياط بالمناسبه، دول كلهم بالطوب اللبن. بالطوب اللبن، ايوه، بنفس السيستم. وفي الاهرامات في الفيوم اللي هي هرم اللاهون بتاع سنوسرت الثاني وهرم هواره بتاع امنمحات الثالث، كلهم بالطوب اللبن. وبعدين استمر الوضع دوت كده لغايه احمس الاول اللي هو الهرم اللي معمول في البليانه برضه من طوب اللبن. لكن بعد كده الناس اكتشفت ايه بقى؟ ان الحراميه بيبقوا عارفين ان الملك مدفون هنا. فبيتصرف بقى عشان يسرق الذهب اللي محطوط والتمايم اللي محطوطه والحاجات اللي محطوطه، فكانوا بيسرقوها باي شكل من الاشكال. ده مش جديد، ده موجود يعني لدرجه ان في الاسره ال 19 اللي هي الدوله الحديثه، يعني دوله قويه جدا، عند رمسيس التاسع الاسره ال20 حصل في محاكمه شهيره جدا لحراميه المقابر. ده بقى في حراميه متخصصين في المقابر، وفي محاكمه برديه شهيره، برديه تتكلم عن لصوص المقابر. فقالوا بقى ايه، لا احنا ما نعلمش المقابر بهرم بقى، نحاول نخبيها بقى في وادي الملوك والملكات اللي هي جوه الجبل. عشان كده اغلب المومياوات اللي عثرنا عليها كانت في وادي الملوك، في وادي الملوك، لانها كانت محميه اكتر من الاهرامات. الاهرامات اغلبها اتسرق، مفيش غير ميرن رع الاول اللي لقينا الموميا بتاعته جوه الهرم بتاعه. الباقيين كلهم كنا بنلاقي التوابيت فاضيه ومسروقه اغلبها. ممكن نلاقي جزء من الحاجات موجود ولا بتاع، لكن اغلبها بيبقى فاضي. المهندس بقى اللي ابتدى يحول المقابر لوادي الملوك والملكات كان عنده منظور تاني، ان الهرم دلوقتي بقى هو الجبل نفسه، ان الجبل عمل شكل هرمي. ليه؟ لان شكل الهرمي مقدس في الاساس، على شيء من القداسه. ليه؟ شعاع الشمس اهي، والشعاع طالع منها كده، فعمل شكل هرم. الاسطوره بتاعت الخلق عند المصريين القدماء اللي ممكن نتكلم عنها بعدين، قائمه في الاول خالص كانت الدنيا ميه، وبعدين انحصرت عن تله. التله ديت في بعض النظريات بتقول ان هي شكل هرمي برضه، فهي ليها نوع من انواع القداسه. في سؤال هنا، اسال. الاهرامات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، اللي بنوها كاتبين عليها ان هم اللي بنوها؟ شوف، ده سؤال مهم. اغلبهم مكتوب عليهم ان هم اللي بنوها، او مكتوب جواهم. بعضهم مش مكتوب عليه خالص. عاده دول الاهرامات الاولى، حتى لو كانت صغيره بالمناسبه. يعني انت هتلاقي اهرامات الاسره الثالثه مش مكتوب عليها الا لو لقينا جواها. بس لقوا مثلا بعض الاهرامات المدرجه اللي ملهاش غرف دفن، زي هرم سيلا في الفيوم، زي هرم موجود في الكوم الاحمر، هرم موجود في الفنتين، هرم موجود يعني اهرامات متنطوره، هرم موجود في البليانه، اهرامات متنطوره في الصعيد مدرجة. حوالي 7 اهرام مدرجه بس بدون حجر دفن. ده ممكن تكون كانت زي ما تكون تجربه، ممكن تكون كانت تجربه. عشان كده بعض الناس بتنسبها برضه لسنفرو. ليه؟ لان هرم سيلا ده لقوا جنبه لوحه مكتوب عليها سنفرو، فلو كده لو صحت الفرضيه دي فيبقى سنفرو ده بنى 11 هرم من ضمنهم 3 كبار. انت متخيل الراجل ده؟ فضل يحاول في الموضوع كتير ويجرب. هو حكم مصر بيتراوح حكمه لمصر ما بين 21 سنه و42 سنه. ما تسالنيش الفجوه الكبيره ديت، سنه بيتراوح ما بين 4 سنين و44 سنه. مش ليش دعوه، لان احنا مش عارفين نمسكها بالظبط. بعض المصادر بتقول 21 وبعض المصادر بتقول 42. بس انا اعتقد لو هو فعليا عمل ده فيبقى منطقي ان هو يكون حكم مصر 42 سنه، وخصوصا ان سنفرو قل له بعد وفاته في كذا منطقه. اشهرها مثلا ساعه ما كنا مع بعض في جنوب سيناء في سرابيط الخادم، كان من ضمن الناس الالهه اللي بيعبدوا في معبد سرابيط الخادم في جنوب سيناء فوق الجبل. ايوه، مع حتحور ومع سوبد ومع
طب انا كان الغرض من السؤال ان هو لما هو مكتوب في الاهرامات ديت جواها بس او الاهرامات براها. الكبيره مش مكتوب جواها. اه ليه بقى؟ ليه؟ لان دول كانوا من اوائل الاهرامات. تمام. انت عندك اهرامات الاسره الثالثه والاهرامات الاسره الرابعه ما كانش لسه كاتبين جوه الاهرامات. اول اهرامات اتكتب جواها كان اخر هرم في الاسره الخامسه. بس انا دلوقتي قلت لك النسق بتاع الدفن تمام. ماشي بكيرف تصاعدي بشكل واضح. يعني بادي من اول الحجره المدوره، بعدين تاخد شكل هندسي، بعدين يبقى فيها مصطبه، وتحت المصطبه يبقى في نفق فاتح على كذا حجره، وبعدين تبقى كذا مصطبه فوق بعض وتعمل الهرم المدرج، وبعدين الهرم المدرج يتحول للهرم محاوله اعمال الهرم اللي شكلها غريب اللي موجوده في ميدوم، وبعدين الهرم يبقى بنحاول نعمله فيطلع الزاويه مش مظبوطه ونظبطها تاني، وبعدين نعمل الهرم المتكامل او الهرم المتكامل الاحمر، وبعدين نبقى عز الاهرامات الكيرف بيطلع اهوت لغايه عز الاهرامات عند الهرم خوفو وهرم خعفرع. بالنسبه اسمه خعفرع مش خفرع، خعفرع. وبعدين يبتدي الكيرف ينزل تاني لما نعمل اهرامات اصغر في الحجم، وبعدين نبتدي نعمل اهرامات من الطوب اللبن، وبعدين نقوم سايبينها خالص وعاملين الحفره تاني، فبقت من حفره لحفره بكيرف تصاعدي. فده تدرج تفكير بشري بحت يعني. منطقي جدا. هل انا دلوقتي لو انا جيت معاك دلوقتي واتكلمت وقمت قايل ايه؟ انت يا ابني عايز تدفن ابوك تبني له هرم بالعقل كده. ما انت ما تفكرش بمنظور دلوقتي، انت بتفكر بمنظور عصره. المنظومة الدينية بتاعت العصر ده في التوقيت ده كانت متسقة مع كده، لأن الملك ده كان هو همزة الوصل ما بين السماء والأرض، ما بين الآلهة والأرض. عشان كده الملك كان دايما بيبقى له ألقاب مهمة جدا، أشهرها 5 ألقاب، أهمها وأولها هو اللقب الحوري. إيه اللقب الحوري ده؟ اللي هو نسبه لإله حورس. ليه؟ لأن الأسطورة بتقول إن اللي كان بيحكم الأرض هم الآلهة. بعدين الآلهة سابت الأرض وطلعت وسابت الحكم الحورس، فبقى حورس بعد ما خلص حكمه بقى لازم يدي الشرعية لأي ملك يجي بعده بعلاقته بيه، وعلاقته بيه ديت فين؟ في اللقب الحوري اللي هو إيه؟ بيبقى شكله مستطيل اللي هم بيسموه واجهة القصر، مستطيل، وفوق المستطيل ده واقف حورس الصقر، واسم الملك مكتوب جوه المستطيل. ده أول لقب، وهو دوت اللي بيدل على شرعية الملك الحاكم. أنا ما اتكلمت معاك عن الأهرامات بقى الكلام اللي أنا بقوله متسق جدا مع بعضه، ولازم يبقى المصريين بتفكيرهم اللي ماشي بالنسق الديني بتاعهم دوت هم اللي عملوه. لا ينفع يبقى كائنات فضائية ولا ينفع يبقوا أطلانتس. بعدين أنا دلوقتي عندي إشكالية ببناء الأهرامات الكبيرة. هي إيه؟ هي سؤال إزاي بنوها؟ صح؟ أيوة. الأهرامات الكبيرة بس، مش كل الأهرامات. لو جبت نظرية مغايرة أرد بيها على إزاي زي الفل، بس ما تطلعليش أسئلة تانية. لكن أجيب نظرية تانية والنظرية دي ما تجاوبش على كلمة إزاي أصلا، برضه هتفضل إزاي وتزود لي أسئلة تانية، ده بقى هبل بقى. كائنات الفضائيه هي اللي بنت الهرم. ازاي بنوا الهرم؟ ما برضه ما قلتش ازاي. أيوة. ازاي؟ طب هم عاشوا جوه مصر ولا كانوا بيجوا زياره يبنوا الهرم ويمشوا؟ طب هم بنوا الهرم واحد ولا بنوا 3 اهرامات ولا بنوا 120 هرم ولا ايه بالظبط؟ ولا طب هل هم كانوا قاعدين مع الملوك متنكرين في شكل مصريين ولا كانوا شكلهم مختلف؟ مش اي سير عنهم. بدل السؤال بقى 500 سؤال. لا ده قاره اطلانتس هم اللي بنوا الهرم. هتلاقي بقى الاسئله زادت عن الكائنات الفضائيه بالمناسبه. يعني قاره اطلانتس هيبقى اكتر. قاره اطلانتس هي مش قاره اطلانتس ديت كانت في المحيط، ايه اللي جابها في مصر؟ طب وهي كانت مين اللي اتكلم عن قاره اطلانتس؟ هل في دليل على وجود قاره اطلانتس؟ طب كان شكلهم ايه بتوع قاره اطلانتس دول؟ طب هم لما جم قعدوا في مصر ولا راحوا في مصر وحته ثانيه جنب مصر، ولا هم جم طلعوا من تحت الارض في مصر ولا راحوا في البلاد اللي حوالين مصر؟ طب هم بنوا في مصر ليه ما بنوش في بلاد ثانيه غير مصر؟ طب بدل وازاي؟ كل طول الوقت ما قلتش اي حاجه. بعدين دي اول نقطه. خلينا بعد كده هنخش في فيديوهات تانية عشان نتكلم بقى عن بقيه المشاكل اللي موجوده في الطرح اللي بيطرحه باشمهندس احمد عبد. اوكي.